أجل ورسميا أيوب بوعدي المغربي يوقع رسميا في نادي مانشستر سيتي. ما غاديش نهضروا كومسي هذا مغربي ولا جزائري ولا تونسي ولا مش أي جنسية واحدة أخرى. بغيت نهضر لك على أيوب بوعدي، هذا الإنسان وهذا اللاعب اللي مش عارف كيفاش روح للسيتي. اسك هو لاعب ذو مستوى عالي باش يروح للسيتي، ولا السيتي دركا كيروح لغوارديولا وروح لها برناردو سيلفا وروح لها رودري وروح لها دي بروين اللي كانوا ارماده لاعبين يلعبوا في السيتي، واللاعبين كانوا يتمنوا يلعبوا في السيتي بقياده غوارديولا. اسو بوان المستوى تاعها طاح باش يلعب ايوب بوعدي في نادي مانشستر سيتي. انا مانيش نطيح من ايوب بوعدي باسكو هذا اللاعب راه عاد جاي وراه عاد باغي بروغريسي، ماشي مستوى تاع مانشستر سيتي، ماشي مستوى باش يلعب مع فودان، ماشي مستوى باش يلعب مع هالاند، ماشي مستوى باش يلعب مع سيمينيو، وماشي مستوى باش يلعب مع دوكو. هادو لاعبين خارقين ما كاش كيفاش. اي نوري ماشي مستوى تاع زعما باش تقولوا لي بلي انت عقلوا على هذاك اللي قال الملاعب ديال المغرب بالذكاء الاصطناعي وما يوصلوش وما يكملوش. هو هذا اللي قال لهم الملاعب ديال الذكاء الاصطناعي وما يكملوش. اليوم اسيدي خرجنا بخرجه قال لك اسيدي هذا راه غير الصغيور ديال صحافه الزيكو، راه عاد يتعلم حتى هو في الجزائر ديالنا مع صحافه الزيكو ديالنا، لانه مازال ما خرجوش هذوك الكبار باش يهضروا على هذه الصفقه، لانه هذه الصفقه دخلت للتاريخ. يعني 100 مليون ديريكت، اول لاعب في العرب دخل للتاريخ، والف مبروك عليه. وبوعدي من النجوم القادمين بقوه ونجم له النجم. يعني الناس هذا بعد الانسان هذا دونك ما عرفناش انسان بحال هادو اللي يهضروا الكره اللي زادوا غير البارح. هذا بدا باش بدا بالملاعب ديال المغرب الذكاء الاصطناعي. اليوم راك تشوف هذا، تشوف قال لك تجيبوا هادي هذا مستوى ديالو ضعيف والسيتي وطعطاط ومنا. ما فهمتش انا هاد الناس ما يخرجوا لنا، نقسم لكم بالله العظيم انا ما فهمت. سيد لو كانوا السيتي مع السيتي هادو مانشستر سيتي اللي فريق كبير وفيه نجوم قداش وفيه هالاند ما يعرفوش. لو كان نورمالمون كانوا خاصهم يعيطوا لصحافه زيكو، يعيطوا لهادو ويجمعوهم ويقولوا بغينا نشري واحد اللاعب من المغرب، بغينا نشريوه ب 100 مليون، واش الراي ديالكم؟ ها يعطيوهم الراي كاع ينوطيو 0-0. لانه علاش؟ لانه الحسد والغيره تاكلهم، لانهم الحسد والغيره تاكلهم. درك مثلا من تشوف البارح السيباري مع رامي بن سبعين، شوف العقليه كيفاش دايره. العقليه ديال الحسد، يعني انسان مشى لبايرن ميونخ الاخر جا طاق بغى يضيع له في الكارير ديالو. من تشوف الوزاني ما شاء الله عليه في اجاكس امستردام، من تشوف نتايا ابراهيم دياز الريال، واخا مازال ما خاص ابراهيم دياز يتحرك شويه يضرب العبار على راسو باش يولي يلعب رسمي في الريال. من تشوف الزلزولي، تشوف نجوم كبيره ومتالقه في دوريات كبار، تشوف مانشستر يونايتد، تشوف يعني الحزب والغيره هو اللي خلاته يهضر هذا الشيء. انا غير لعاب واحد غير. المغرب متفوقه في كل حاجه، والنهارده عندنا دليل جديد يخلي اي حد بيتكلم عن الكرة المغربية يقف لحظة ويقول ايه اللي حصل. تخيل معايا لاعب مغربي عنده 18 سنة بس يخرج من الليل الفرنسي، وبعد تألقه مع منتخب المغرب في كاس العالم يبقى مطلوب من مانشستر سيتي، واحد من اكبر اندية العالم، في صفقة كلفت خزينة مانشستر سيتي اكتر من 100 مليون يورو. 100 مليون يورو. وانا هنا مش بتكلم عن مجرد لاعب صغير عنده موهبة وخلاص، احنا بنتكلم عن ايوب بوعدي، لاعب قدر في سن صغير جدا انه يلفت انظار اوروبا كلها ويثبت نفسه وسط نجوم كبار، ويوصل دلوقتي لمرحلة جديدة تماما في مسيرته. الاهم من كده ان الاتفاق بين مانشستر سيتي وليل وصل بالفعل الى مراحل او مرحلة متقدمة جدا. مانشستر سيتي ايت نوري راهم فالحين به الدنيا. اعطيني لعاب يلعب في المستوى العالي، من غير هذاك المدافع ديال البارح بن 70 راه طرطق هذاك، راك شلون هذاك مشى بالحمراء 2 ماتش 3 ماتش ومورا يمكن يجريو عليه بروسيا دورتموند لانه المستوى ديالو طاح. اعطيني، هذا هو الغل اللي راه في بنادم الداخل. تشوف المصريين، انا حطيت لكم هذيك لاباج ديال المصريين، تشوف المصريين حتى هما غادي يخرجوا لك من الجنب لانه علاش حتى عايشين الغل. صلاح كان عندهم يتباهوا بصلاح، صلاح مشى لتركيا، راه عندهم واحد مشى لبرشلونه، ما راهوش صدقلوا ما صدقلوش. انت وزارك ما تدخل للديال وتدخل البطولات صحاح وتدخل الاخر. ممكن يجيبوا مهاجم وراهم باغيين يجيبوا مهاجم ديال اتلانتيك مدريد، ممكن هذا غادي يدير له الرسميه وما يبقاش يبان يهودوا للرديف موراها حتى وزهرك واش تبان ولا ما تبان. ولكن انت باش بقى الغيره والحسد بحال هذا الشيء اسمح لي، مرموش يكره في مانشستر سيتي
ما جابوه وغلطوا فيه، راه ممكن بصح من نشوف دابا عندي 18 عام شاب 100 مليون وحنا في ريال مدريد، انا نتبع ريال مدريد مثلا، نشوف كامافينغا وتشوف شواميني نبقى نضحك. شوفوا الصفقات باش جات شواميني وكامافينغا باش جابهم سي بيريز، راه تضحك، راه فضيحه راه عندنا في ريال مدريد. شوف اردا غولير يلعب في ريال مدريد راه ماشي تنفقع. شو البارح تنفقسنا مع اسبانيول وغير ربي كانوا غادي يتعادلوا 3 بوان، ما قدروش يجيبوها من اسبانيول برشلونه. يعني الناس راه تعرف بوعدي موهبه طالعه رائعه وعالميه، ومازال غادي تطردق الدنيا ان شاء الله. غادي يكون من احسن وسط الميدان في العالم، الوزان من احسن وسط الميدان في العالم غادي يكون ايام بيننا. هذا هو الغل اللي راه في الدول العربيه والحسد، وما خاصهمش شي واحد يمشي يبان مغربي مشى ب 100 مليون نخلعوه، فابريسو روماني هضر عليه، كلشي الاسواق هضر عليه، ما خاصهمش الاعلام العالمي يتكلم عليه، ما خاصهمش. راه بحال صاير بحال لقجع لا لقجع لانه ناجح. تابعين فوزي لقجع لانه ناجح. الناس هادو الناس مراد يخدموا اجنده ديال سيادهم اللي في الدوله. اي صحافي تشوفوه من مصر ولا من توانا يخدم اجنده ديال سيادو، خاصو يبدل لك دار البارابول يهجم على لقجع، قول لقجع فاسد، قول لقجع داير. نعم لقجع لو كان فاسد ما غادي يكون في منصب قداش في المغرب. ما غادي يشد مناصب قداش وغادي هو اللي غادي يبقى مع الدول، الصريع مع الدول. يعني الناس تكون تفهم شويه، تكون شويه مخ. سيد عالمي، سيد الناس انفيستات فيه، عرفت كيفاش تانفيستي، اغلى صفقه، الله يسهل عليه. السلام عليكم، نتمنى له الخير والتوفيق وان شاء الله غادي ينجح، لانه مشى لفريق كبير وهو بالكاركتير اللي عنده والعقليه اللي عنده اللي دارها وكونها غادي ينجح 100%. علاش؟ الناس خاصها تكون شويه قلبها ابيض وتبغي الخير للناس. الا بغيت تطلع انت في المستوى ديالك كيما هادو اللي بداو بزاوز، هادو اللي جداد اللي ما المغرب راه بعيد. المغرب هرب في البنيه التحتيه، او كاس العالم للانديه قريبا ان شاء الله غادي يعطيوها للمغرب، وعقلوا عليها ان شاء الله العام الجاي في 2027 يسنيو عليها المغرب. عقلوا على بزاف الحوايج. علاش؟ المغرب راه هنا والدول الاخرى راهم في القاع، كلشي راه في القاع. راه هذه حقيقه والله ما راني نقولها لكم شي حاجه. يعني ادخلوا غير اليوتيوب وكتبوا اي مدينه في المغرب اللي بغيتو، المدينه اللي بغيتوه كتبوها، راه تخرج لكم الفيديوهات، تشوفوا المدينه، ولا عيطوا لصحابكم، ولا روحوا نتوما بنفسكم شوفوا. كاين جزائريين هودوا المغرب نخلعوا، هودوا المغرب اللي ما كاينينش في السوشيال ميديا، ما تشوفوهمش. الناس مشات للمغرب وهضرت معايا، قلت لها ودي حنا كنا صحاب النار، دخلنا لاوروبا، صحابهم كاين البلدان البلايص اللي مشاو لهم صحابهم راهم في اوروبا. شي مره هكا شربوها الدار البيضاء، طنجه، فاس، روح حوس على راسك. الماء ما يتقطعش عليهم، الضوء ما يتقطعش، الطرقات، الزبل حاشاكم ما تشوفوش في طريق الدنيا. الناس طلعت النيفو ميجبر. كاين الناس الحسد والغله اللي فيهم خاصهم يغطيو، خاصهم يديروا واحد الذباب الكتروني ينشروه في الفيسبوك والتيك توك والروينه باش يغطي لهم الحقائق، باش الشعب ديالنا حنا في الجزائر ما يشوفش هذيك الحقائق. تشوف العيون كي دايره، روح تحسروش راك في اوروبا. تشوفوا الداخله وتشوف. خليونا ساكتين، ما نبغيوش ندخلوا معاكم في حوايج راه عيب. تهضر على العاب مشى يلعب في مستوى عالي تهضروا عليه، لا ما ينجحش، لا ومخلوع ومخلوعين مساكين في هاد السوشيال ميديا. مالكم؟ ترفعوا شويه، طلعوا المستوى شويه. راه بهاد العقليه راكم خدامين غير سيادكم، ما راكم تطلعوا والو. هاد العقليه راكم خدامين غير سيادكم، وتبقاو نتوما روطار، والدولات اصلا روطار، لا في البنيه التحتيه، لا في الطرقات، لا في الماء، لا في الضوء، لا في حتى حاجه ما تبقى لك حتى حاجه، لا في الاكل. جبر الماء، جبر دايرين تور ودايرين. ودي خلينا ساكتين، والله القسم الا نحشمو نهضروا شي حوايج. علاش حنا بقينا روطار؟ علاش حنا بلدان ما نطوروش؟ علاش ما نطلعوش؟ شباب مشاو يستاهلوا الناس تخدام، الناس عندها مستوى، الناس طلعت النيفو، الناس هاربه عليك بسنوات. يا اللي ما بغيتش تعيق وما بغيتش تفيق، اللي تسمع لي هادو صحافه الزيكول، هاد المؤثرين اللي محسوب راسهم مؤثرين، راهم يضحكوا غير على الوقت. كي انت تجبر واحد يقول لك، تجبر جزائري في سبته يقول لك لا ماشي جزائري هذاك، لا لاكسيون الهضره. كيفاش ماشي لاكسيون؟ سيدي يقول لك انا جزائري وجبت لك الباسبور، يقول لك انا جزائري، انت تقول له ماشي جزائري، تكذبه. وجبت لك تصاور مدور وبلادو فين عايش، مدينته فين عايش، وتجي تكذبه.
علاش؟ باش تبينش زعما بانه الجزائر ما يحاربوش. اودي الجزائر راهم دايرين حالها، راه باطو يدفع باطو اخوتنا، بالله الله يهديكم ما تبقاوش تكذبوا على الغاش. المهم الف مبروك عليه، يستاهل ما شاء الله. طرطقكم هذا الصباح هذا خلاكم. الصفقة بحسب التقارير تبلغ 95 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 5 مليون يورو حوافز، يعني إجمالي الصفقة يصل ل 100 مليون يورو. ده مش مجرد انتقال عادي، ده انتقال ممكن يغير شكل مستقبل اللاعب المغربي بالكامل. ممكن كمان يكون رسالة قوية جدا لكل لاعب عربي وإفريقي عنده حلم إنه يوصل لأعلى مستوى في كرة القدم العالمية، لأن أيوب بوعدي ما وصلش هنا بالصدفة. القصة بدأت من ليل الفرنسي، وهنا اللاعب قدر يثبت نفسه بشكل تدريجي لحد ما أصبح واحد من أهم المواهب الصاعدة في خط الوسط في العالم. وبعد كده جه الحدث الأكبر، كأس العالم 26. بوعد دخل البطولة وهو لسه صغير جدا في السن، لكن الملعب عمره ما بيعترف بالسن، الملعب بيعترف بيه هو الشخصية والقدرة والهدوء واتخاذ القرار. اللاعب المغربي قدر يشارك مع منتخب بلاده في 5 مباريات خلال البطولة، بدأ أساسيا في 5 من أصل 6 مباريات للمغرب اللي وصل لحد دور الثمانية، وده في حد ذاته إنجاز ضخم جدا للاعب عنده 18 سنة. لأن لما تكون لاعب وسط، وخصوصا لاعب عنده أدوار دفاعية وتنظيمية، وتدخل بطولة بحجم كأس العالم وتقدر تلعب بالشخصية دي، يبقى أكيد عندك حاجة مختلفة. أعتقد ان ده تحديدا هو اللي خلى مانشستر سيتي يشوف في ايوب بوعدي مشروع لاعب كبير جدا للمستقبل. مانشستر سيتي مش بيبص بس على اللاعب اللي قدامه دلوقتي، النادي بيبص على اللاعب اللي ممكن يبقى عليه بعد 3 و 4 سنين، ويشوف ان بوعدي عنده المقومات اللي ممكن تخليه واحد من اهم لاعبي خط الوسط في العالم. اللاعب نفسه عنده مجموعة مميزات تخليه مناسب جدا لكرة القدم الحديثة، خصوصا طريقة لعب مانشستر سيتي. أول حاجة، اللاعب عنده مرونة. أيوب بوعدي مش لاعب ثابت في مكان واحد وخلاص، هو قادر يتحرك في وسط الملعب، يستلم تحت الضغط، يخرج بالكرة، يغير اتجاه اللعب، يشارك في بناء الهجمة. ودي نقطة مهمة جدا جدا، لأن كرة القدم الحديثة بقت محتاجة لاعب خط وسط يقدر يعمل أكتر من وظيفة في نفس المباراة. مش كفاية إنك تعرف تقطع الكرة، مش كفاية إنك تعرف تمرر، مش كفاية إنك تعرف تتحرك، لازم تعرف تعمل كل ده في نفس الوقت. وده جزء من قيمة أيوب بوعدي. عنده هدوء واضح في التعامل مع الكرة، وعنده يعني قدرة على قراءة المساحات. الأهم إنه مش بيخاف من استلام الكرة في المناطق الصعبة، ودي واحدة من أهم الصفات اللي أي فريق كبير بيدور عليها في لاعب خط الوسط. لأن اللاعب اللي بيخاف يستلم تحت الضغط ممكن يعطل الفريق كله، لكن اللاعب اللي يطلب الكرة في أصعب لحظة ويعرف يخرج منها، ده لاعب تقدر تبني عليه. عشان كده مانشستر سيتي شايف إنه بوعدي ممكن يبقى جزء مهم من مشروع الفريق في السنوات اللي جاية، خصوصا بعد التغييرات الكبيرة اللي حصلت في وسط ملعب الفريق. وبحسب التقارير السيتي كان بيدور على لاعب قادر يكون جزء من إعادة بناء خط الوسط، خصوصا مع رحيل رودري وتغييرات تانية حصلت في تشكيل الفريق. هنا بقى السؤال المهم، هل أيوب بوعدي جاهز فعلا للعب في الدوري الإنجليزي؟ الإجابة مش بسيطة، لأن الدوري الإنجليزي حاجة تانية خالص. السرعة أعلى، الالتحامات أقوى، المساحات أقل، ضغط المباريات أكبر. لكن في نفس الوقت بوعد عنده ميزة مهمة جدا، إنه تعرض بدري قوي لضغط المنافسات الأوروبية والدولية. يعني اللاعب ما وصلش من أكاديمية صغيرة إلى مانشستر سيتي فجأة، هو مر بمراحل. لعب مع ليل، دخل أجواء المنافسات الأوروبية في سن صغير جدا، بعدها لعب مع منتخب المغرب، بعدها ظهر في كأس العالم. يعني كل مرحلة كانت بتحضره للمرحلة اللي بعدها.
وده مهم جدا في تطور اي لاعب صغير، لان الموهبة لوحدها مش كفاية. انت ممكن تكون موهوب جدا، لكن لو ما عندكش شخصية ممكن تضيع. ممكن تكون عندك مهارات، لكن لو مش قادر تتعامل مع الضغط مش هتوصل. اما بوعدي فكل المؤشرات بتقول ان عنده شخصية كروية كبيرة جدا بالنسبة لسنه. الاجمل ان اللاعب المغربي لسه عنده مساحة ضخمة جدا للتطور، 18 سنة فقط. يعني احنا لسه ما شفناش افضل نسخة من ايوب بوعد. ده ممكن تكون اخطر حاجة بالنسبة للمنافسين، لانك بتتكلم عن لاعب لسه في بداية الطريق، ومع ذلك قيمته وصلت لمستوى ضخم جدا. لو نجح في مانشستر سيتي، تخيل بعد كام سنة ممكن يوصل لفين. تخيل لاعب مغربي عنده 18 سنة يدخل منظومة بحجم مانشستر سيتي، يتدرب يوميا مع أفضل اللاعبين في العالم، يتعامل مع مدربين على أعلى مستوى، يلعب في الدوري الإنجليزي ودور أبطال أوروبا. التجربة دي ممكن تنقله نقلة مرعبة، ممكن تخليه لاعب مختلف تماما. لكن خلينا نقول حاجة مهمة، ال100 مليون يورو مش معناها انه بوعد لازم من اول يوم يبقى نجم الفريق. ده خطأ لازم الجمهور يتجنبه، لان قيمة الصفقة مش معناها ان اللاعب لازم يسجل 20 هدف في اول موسم، ولا معناها انه لازم يبقى افضل لاعب في الدوري من اول مباراة. الصفقة دي استثمار في لاعب عمره 18 سنة. مانشستر سيتي بيشتري الحاضر، لكن بشكل اكبر بيشتري المستقبل، وبالتالي لازم اللاعب ياخد وقته، يتعلم، يتطور، يتأقلم مع الدوري الانجليزي، يتعود على طريقة لعب الفريق. خصوصا ان السيتي عنده فلسفة كروية مختلفة، عنده زي الاستحواذ، تمركز، تحرك بدون كورة، سرعة اتخاذ القرار، اللعب تحت ضغط، الضغط العالي. دي كلها حاجات محتاجة وقت، لكن لو بوعد قدر يستوعب المنظومة دي، ساعتها ممكن نشوف لاعب مختلف تماما في المستقبل. بكده يا صديقي أكون وصلت لنهاية الحلقة اللي بتمنى تكون عجبتك. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.